الطبيعة كلها عجائب ومعجزات، ومن عجائبها أنها تحط لك النقيض مع النقيض. جبال عالية وصخور ضخمة وقاسية، فيها فتحة صغيرة تخرج منها مياه عذبة وصافية. شلالات المشاكية ومنبع لوقات فيها عالي جيجل، معجزة ولغز حية العلماء قبل عامة الناس. مياه عذبة وصافية تخرج من بين الصخور بنظام وحسبان، تخرج بقوة من 10 ل 15 دقيقة، ومن بعد تتوقف نهائيا من 40 ل 45 دقيقة، وهكذا تتعاود ليل ونهار طول العام وطول الزمان. الشلالات متواجدة في جبال بابور 40 كيلومتر جنوب جيجل، في منطقة غابية تابعة لسلمى بين إيراقن وتاكسانا، قريبة لواد جنجن، ماشي بعيدة على كهوف لامادلان. سبحان الله، المياه المدفقة تحافظ على عذوبتها في كامل الفصول، باردة بزاف في الصيف ودافية في الشتاء. لحمك يشوك لما تكون تستنى في الماء وهو جاي يدير واحد الصوت يرهب. الظاهرة هذه قديمة بزاف، علماء وباحثين حوسوا يفهموا سرها من زمان. الرحالة الطبيب البكري من القرن 11 زارها وكتب عليها، وقال باللي في بلاد كوتاما كاين منبع عجيب يدفق 5 مرات في اليوم في أوقات الصلاة، وهو اللي سماها عين لوقات الخمسة. العالم شارل فيرو زارها عام 1871 وكتب عليها. معهد الدراسات الجيولوجية تاع باريس بعث ليها باحثين عام 1947، واحد ما قدر يفك اللغز ويكشف الحجاب. معتقدات قديمة لشيوخ وعجائز المنطقة تقول باللي المكان صالح، والشلال ما يتدفق إلا على أبناء المنطقة وعلى زوارها من الناس الطيبين، ويعتقدوا بوجود أولياء صالحين يحرسوها ويساعدوا الناس اللي تجي تتبرك وتطلب رب العالمين. وهكذا جاء الاسم نتاع المشاكي. المنبع اليوم يقصدوه الناس من كل مكان، اللي حابة تتزوج، واللي حابة تجيب الأولاد، واللي حاب يداوي من السحر والعين والوسواس. كل واحد ونيته، والنية يعلمها الرحمن. الماء ديالو ثبت باللي راهو معدني، والناس يقصدوه تاني باش يرتاحوا من المرض. المشاكي هي قبلة ثاني للناس اللي حابة تستمتع بالطبيعة العذراء. لما تتمدى في هذاك السكون وتتأمل في السماء وتسمع تغريد الطيور وتسمع صوت الشلال، النفسية ترتاح والأعصاب ترتاح وراح تسيح في ملكوت الرحمن. جيجل ماشي غير سيف وبحر وشطآن، واللي يزورها وما يزورش المشاكي وجبالها كأنه زار مكة وما طلعش العرفات. صحيح انه راح تلقى مشقة باش توصل للمشاكي، تطلع الجبال شاهقة وتعاود تنزل الواد عميق في طرقان فيها الوعرة وفيها اللي تضياق، وبالك عندك الفوبيا وقلبك ضعيف. بصح هذه هي ضريبة الوصول للجنة على الأرض، اللي تخليك تسبح الخالق وتخلي خيالك يسافر لجنة الخلد اللي وعدنا بها الرحمن.